السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد أبناء هذا الوطن الغالي الذي شرفني الله بالانتماء إليه. أناشد مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في هذا الشهر المبروك، في شهر رمضان، في العشر الوسطى من شهر رمضان، عشر الرحمة، أن ينظر في معاناتي أنا وأسرتي، حيث أني رب أسرة مكونة من 7 أشخاص، 5 بنات ووالدتهم. أعيش في شقة من 15 عام، والآن أنا مديون وحسابي موقف لدى مؤسسة النقد، وصاحب المنزل طلب مني الخروج من منزله، من شقته الذي أنا مستاجرها، بسبب تراكم الإيجار علي، حيث أني لا أقدر أن أدفع هذا الإيجار بسبب أول شيء إيقاف حسابي لدى مؤسسة النقد من الدين الذي على عاتقي. والآن ما أدري وين أروح أنا وأسرتي ولمن نشكو، فشكيت همي إلى الله عز وجل، ثم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ملك الإنسانية، ملك الحزم، ملك الشهامة، ملك الكرم، سلمان بن عبد العزيز أبو فهد، ما عمره يقصر على أحد من أبناء شعبه. فلهذا السبب أنا طلعت في هذا اليوتيوب لكي أشرح معاناتي، ولكي تصل إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، لأني ما خليت وسيلة ما سويتها. رفعت برقيات عدة إلى مقام سيدي وإلى ولي عهده وإلى ولي العهد، ولكن لا جدوى. فأنا الآن أطلب من الله عز وجل ثم مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، سلمان الحزم أبو فهد، أن ينظر في معاناتي وأن يوفر لي سكن أنا وأسرتي، لكي نسكن فيها عن برد الشتاء وحر الصيف، وعن جشع أصحاب العقار، وعن قلة المادة والفقر الذي أنا فيه. فوالله ما طلعت إلا مما أنا فيه من فقر ودين وإيقاف حساب، فحسابي موقف، وما يبقى من راتبي ينزل على هذا الحساب، ولكنه موقف لدى مؤسسة النقد بسبب الدين الذي علي. فأنا طلعت في هذا اليوتيوب أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أناشد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، أناشده أن يساعدني في هذا الشهر، وأن يوفر لي سكن أنا وأسرتي، وأن يسدد ديني، وأن ينظر في معاناتي. فوالله إني لم أطلع إلا بما فيه من دين، وبما فيه من هم وغم وحزن. فوالله إني ما طلعت إلا على هذا السبب. فأنا ناشده، فهو من أهل الخير، وهو حريص على فعل الخير، فهو في شهر فضيل، وفي آخر شهر رمضان، فهو يسعى على فعل الخير، ويسعى على فعل الخير، وحريص دائما على أبناء شعبه. فسلمان الخير، سلمان الحزم، لن ينسى أبناء شعبه ولن ينساني بإذن الله. فأنا أناشده وأناشد ولي عهده الأمير صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وأناشد صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بأن يساعدوني وينظروا في وضعي، وأن يوفروا لي سكن لي وأنا وأسرتي، وأن يسددون ديني. فوالله لا أجد ما أكله ولا أجد ما أدفعه لصاحب هذه الشقة. فأنا أعطيت مهلة، وين أذهب ولمن أشكو ولمن أروح؟ فلن أجد إلا سيدي خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة وولي العهد وولي العهد. فهم سبقون على فعل الخير، وهم حريصون على أبناء شعبهم، وهم دائما يسعون في فعل الخير، ويسعون في حل مشاكل أبنائهم. فأنا والله ما طلعت إلا أتمنى من الله ثم من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أن يساعدني في هذا الشهر الفضيل. اللهم يا حي يا قيوم أن تعتق رقبة خادم الحرمين الشريفين من النار، وولي عهده وولي عهده ووالديهم وولديهم، يا حي يا قيوم. ابنكم وخادمكم محمد بن عبد الله العتيبي، صاحب بطاقة رقم 1001257559، جوال رقم
0508 9 3 7 2 8. وشكرا.